هي راحت فين دي يا لولو؟ ايوه هات. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ده بس عشان يعني حسيت ان انا دايخه من كتر الشغل، فقلت انا محتاجه يعني حاجه مسكره، فتاخد حبه. ماشي يا اختي، يلا خلصي بس بسرعه عشان تساعديني. لا 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 مش قادره خالص، مش قادره. بتقولي ايه؟ بقول لك حاضر خالص، حاضر. بحسب بتقولي يا خلاص يلا بسرعه. ها لقيته، لورا. لما نشوف بقى لورا هتقول لنا ايه. انا اسمي لورا، مش متخيله ان ده ممكن يحصل. طب ربنا هيعملها ازاي؟ موضوع اني اثق واستنى صعب شويه. اعمل ايه؟ انت ايه رايك يا لولو؟ دلوقتي صديقتنا لورا عندها مشكله في الايمان، والايمان ده يعني ايه؟ يعني الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. طب ومعناه ايه الكلام الكبير ده؟ ان احنا لازم نآمن ونصدق حتى لو مش شايفين بعينين. لولو ايه بكلم نفسي، انت نايمه؟ روحي اشربي انت عصير وكملي، وانا هشوف انا حل مع لورا. ها ماشي. بس كنت فاكرك هتقولي حاجه اصلا. انا عندي فكره، بس محتاجه مذاكره كويس. يلا بينا، انا جاهز. المره دي مهمه قوي. ايوه، هي اول واحده. ايه ده؟ انت مين؟ وانا ايه اللي جابني هنا؟ مش عايزك تخافي خالص ولا تقلقي، انا بس هعرفك بنفسي الاول. ممكن؟ انا نويل الصغير، وبابا يبقى سانتا كلوز، اللي هو يعني بابا نويل زي ما الاطفال بيحبوا يقولوا له. وانا جبتك بس عشان اسالك كام سؤال واطلع منك بشويه معلومات اجاوب بيها صديقتي لورا اللي بعتت جواب لسانتا كلوز وانا بجاوب عليه. ممكن؟ مش هاخد من وقتك كتير. انت عايز مني ايه وعايز من ابني ايه؟ انا زي ما قلت لك، يعني انا مش عايز اكتر من انك تجاوبيني شويه اجابات، عشان اصدقائنا بيبعتوا جوابات كتير قوي لسانتا كلوز وهو دلوقتي مسافر، وانا اللي مضطر اجاوب عليها لحد ما يرجع. فمعلش ممكن تساعديني اسالك كام سؤال وتجاوبيني وتمشي على طول. ها حكايتك ايه؟ انا اسمي العذراء مريم، وبابايا اسمه يواقيم. يواقيم؟ ده اسم حلو قوي. طب وماما اسمها ايه؟ ماما اسمها حنة. حنة. كملي. ورحت عشت في الهيكل 12 سنة، وبعدها اتخطبت الراجل تقي اسمه يوسف النجار. يوسف النجار، عارفه. ولما الملاك ظهر لي ساعتها انا اتخضيت. الملاك ظهر لك؟ دي حاجه حلوه قوي، بس انا معاكي، هي حاجه تخض بصراحه. ها وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لي سلام لك يا مريم. لما شافني خايفه وقلقانه فقال لي ما تقلقيش، انت وجدتي نعمه عند ربنا، وقال لي ان انا هولد طفل واسمه يسوع، وحكى لي كلام كتير قوي عن الطفل اللي انا هولده ده. يا غزالي. بس انا ساعتها استغربت، هو ازاي انا هخلف وانا مش متجوزه؟ الملاك قال لك ايه بقى ساعتها؟ قال لي الروح القدس يحل عليكي، والمولود منك قدوس ويدعى ابن الله. وقال لي كمان على قريبتي اليصابات اللي هي ما بتخلفش، قال لي ان هي حامل وفي الشهر السادس، وقال لي ان مفيش حاجه صعبه على ربنا. وانتي صدقتيه؟ ايوه طبعا صدقت وامنت بكلامه، وقلت له هوذا انا امة الرب ليكن كقولك. هوذا انا امة الرب ليكن كقولك؟ دي جمله صعبه قوي اي عقل يصدقها. جمله مش سهله طبعا، بس انا اخترت ان انا امن بربنا واصدقه. عندك حق طبعا، الايمان بالله قرار صعب قوي، ومحتاج اني اثق واصدق في ايماني. واول ما عرفت ان اليصابات حامل رحت لها على طول وقلت لها انا عايزه افضل جنبك واساعدك. ولما سلمت عليها الجنين اتحرك في بطنها وامتلأ بالروح القدس، وقالت لي مباركه انت في النساء، مباركه هي ثمره بطنك. يا غزالي، للدرجه دي كانت فرحانه بيكي؟ هي واللي في بطنها كانوا فرحانين قوي، وقالت لي يا بختك انك صدقتي كلام ربنا. يعني شافت ايمانك وكمان اتشجعت بيكي؟ بالظبط، اللي يصدق ان ربنا بيحبه وجاي علشانه من السماء يبقى يا بخته. فعلا عندك حق. بس وبعدها قعدت عندها 3 شهور ورجعت البيت. الله، انتوا عيلتكم دي جميله قوي. شكرا، بس انا لازم اروح دلوقتي عشان اتاخرت على يوسف. طبعا طبعا حاضر. استاذنك بس، يعني هنقول كلمه سر سوا ممكن؟ حاضر. ثانيه واحده ثانيه واحده. ها
استأذنك تقولي ورايا، قولي ميري ميري. كريسماس. كانت مقابلة عظيمة. لما اكتب بقى للورا: عزيزتي لورا، صدقي وأمني في الرب إنه قادر على كل شيء وما عندوش مستحيل. اللي هيآمن وهيعيش حياة الإيمان هيختبر المعجزات بنفسه وكمان هيعيشها. صديقك نويل. أتمنى يا لورا أكون عرفت أجاوبك. لما أروح بقى لولو عشان تودي الجواب للورا وأشوفها خلصت العصير ولا سابت لي حبة. يا لولو، يا لولو. وزي ما البشارة بتقول يا لورا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.